سيداتي سيداتي، بما انه عدى اول فيديو على خير وسلامه مع شويه ردود، والفيديو الثاني عدى على خير وسلامه خالص مالص عدت الامور، يبقى نعمل الفيديو الثالث ونتكلم عن مباراه برشلونه ومانشستر يونايتد امبارح الخميس. وكمان احنا نتكلم عن ديربي مدريد بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد بكره السبت. اذا امبارح الخميس وبكره السبت يبقى اليوم ايش؟ يوم الجمعه. الله لا يحرمكم من معلوماتي. يلا يلا يلا. للمجاملات إذا لم تكن مادريديستا فأنت خصمي. امبارح كان في مباراة شاردة من دوري الأبطال، من أسماء فراق، من قيمة فراق، من أداء مباريات ذهاب وإياب. مباراة كانت رائعة بمعنى الكلمة ما بين برشلونة ومانشستر يونايتد. عودنا عليه برشلونة آخر فترة، يعني آخر موسمين ما شاء الله عليه مقضيها دوري أبطال ويطلع أصلا يكملش. بس مباراة امبارح اللي بيشوف الشوط الأول بقول لك برشلونة خلص، برشلونة البطل. واللي بيشوف الشوط الثاني مانشستر يونايتد بقول لك اعطوه الكاس يا عمي. يعني كانت مباراة سفاحة بين الفريقين، ما بتقدر تقول هذا الفريق كان افضل عشان كده تأهل او هذا الفريق كان اسوأ عشان كده طلع. لا، الفريقين كانوا بيستحقوا يتأهلوا. الفريقين عملوا في المباراة اشي خرافي جدا. هاي المباراة خسارة تكون في الدوري الاوروبي، وخسارة كمان تكون في الدور ال 16 اللي قبل دور ال 16 اصلا في الدوري الاوروبي. حتى على مباراة الذهاب ما بتقدر تقول انه برشلونة يعني طلعوا بمباراة الذهاب كان افضل وفي الشوط الاول كان افضل فبالتالي كان هو بيستحق يتأهل، او انه اليونايتد كان في في الذهاب افضل وفي الشوط الثاني افضل فعشان كده بيستحق يتأهل. الفريقين متعادلين في كل شيء. كادوا امبارح برشلونة في الشوط الاول يعني كاد ينهي المباراة، ومانشستر يونايتد في الشوط الثاني هو نهى المباراة بس كان ممكن ينهيها اكثر من كده. الكفة راجحة كانت للفريقين، ما بتقدر تقول انه هذا الفريق كان افضل من هذا او هذا اللي المفروض يتأهل. الفريقين كانوا بيستحقوا التأهل صراحة. هاي كانت مباراة نهائي، مش مباراة دور 16 بيأهل لدور ال 16 دوري أوروبي. نيجي للمنطق والمعقول. امبارح الواحد أي نعم كان مستمتع في المباراة بس داخليا مش سعيد يا عمي. مين برشلونة اللي في الدوري الأوروبي؟ مين مانشستر يونايتد؟ مين يوفنتوس؟ مين أرسنال في الدوري أرسنال عادي. مين هاي الفرق عشان تلعب في الدوري الأوروبي؟ هاي الفرق أكبر من كده بكتير. شو الدوري الأوروبي بالنسبة لها؟ يعني انت لما تلاعب هاي الاسماء بالدوري الاوروبي انت بتهين هاي الاسماء وبترفع قيمه الدوري الاوروبي، ماشي اي نعم، لكن اهانه لهي الاسماء انك تنزل تلعب في الدوري الاوروبي. لا، وكمان يلعبوا تصفيات دور ال 16 عشان يلعبوا دور ال 16 دوري اوروبي، وتقوم برشلونه تطلع من دور ال 16 المؤهله لدور ال 16 في الدوري الاوروبي. طبعا هلقيت مشجعين برشلونه بيحكوا لك الحمد لله اللي طلعنا من الدوري الاوروبي، خلينا نفضل الكاس والدوري. انا مش حاكي اي حاجه، ان اخر الموسم لناظره لقريب. بس اخر تعقيب من وجهة نظر على المباراة، ان مباراة امبارح كانت مهمة جدا للفريقين، لانه برشلونة ومانشستر يونايتد اخر 3 4 مواسم كلنا شايفينهم كيف في مرحلة الصفر وما تحت الصفر. فبالتالي هم بحاجة لهيك مباراة عشان تعطيهم دفعة قوية، خاصة انه الموسم الحالي او من منتصف الموسم الحالي بدأ الفريقين انهم بانتعاشة خاصة بعد كأس العالم. فبالتالي هاي المباراة حتكون دفعة قوية للفائز، وربما تدخل الخاسر في نفق مظلم يرجع يعيد حساباته من أول وجديد. أما عن أعظم نادي بالكون، أعظم نادي في تاريخ القارات، أعظم نادي بالأندية، أسطورة الأندية، أعظم نادي بالقرن، ريال مدريد اللي عنده كبشة مباريات. يعني ريال مدريد عنده 6 أو 7 مباريات محرقة: أتلتيكو مدريد، برشلونة، بيتيس، اسبانيول، الليفر، برشلونة، بلد الوليد. مالها بردت كده ليه؟ ريال مدريد كل المباريات اللي فاتت حيطلع منها بنتائج ايجابيه وحينغلب قدام بلد الوليد. وبما انه حكينا عن ريال مدريد واول فيديو قلنا حنتكلم عن الدربي، فبينفعش ما نتكلمش عن الدربي. يعني بما انه لسه الوقت مفتوح معانا وفيش اي حدا والامور قاعده بتعدي على خير وسلام، الله يستر. ريال مدريد واتلتيكو مدريد، مباراة ديربي مدريد، ريال مدريد واتلتيكو مدريد. طبعا لو بدأنا باتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد على المرتاح خالص، لا بيلعب دوري ابطال ولا دوري اوروبي ولا كاس ولا حتى الدوري المؤتمرات ولا اي حاجه اصلا. يمكن اخر مباراه يمكن لعبها اتلتيكو من سنتين، زمان حد سمع عنه بيلعب مباراه يا جماعه الخير حتى في الدوري الاسباني. اتلتيكو مدريد السنه اكثر فريق في اسبانيا اهو بس في اسبانيا وجيرانها والدول اللي حواليها، يعني بيطلع له ياخذ الدوري الاسباني واي دوري هيك جنب الدوري الاسباني مرتاح، ولا عنده اي حاجه ولا اي مباراه ولا اي ضغط ولا اي شيء. يعني اتلتيكو مدريد مش بس ياخذ الدوري الاسباني هذا الموسم، ايش في دوري جنب الدوري الاسباني حواليه كده المفروض يطلع لاتلتيكو مدريد، بما انه على المرتاح خالص ما عنده، مش شاغلين بالهم الجماعه باي بطوله ولا باي حاجه ولا باي شيء. عشان كده هم ما شاء الله في المركز الرابع في الدوري الاسباني. يعني اتلتيكو مدريد
فريق تعجز امامه كل الفرق، كل الانديه، حتى المنتخبات والمدربين والجماهير. اي حاجه بيعجز قدام اتلتيكو مدريد. يا عمي اي شيء. اتلتيكو مدريد اكبر من البطولات يا جماعه الخير، مالكو تجي البطوله على طبق من ذهب. يا عمي تفضل هاي البطوله، بس انت شد لنا حالك شو. لا حد الله والله ما بتقدمش عليك. يا عم هاي البطوله لك، احنا بدناش اي شيء، لك البطوله. لا حد الله احنا بدناش اي شيء. يا عم البطوله، انت زمان انت بتعرفش ايش يعني بطوله اصلا. بطوله لا 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 لا. فاللي بتوقع انه اتلتيكو مدريد يعني بكره يجي عشان مرتاح وما يشغل باله في اي بطوله ولا في اي حاجه، يجي وينقرش على ريال مدريد، اوعى تتوقع اي حاجه من اتلتيكو مدريد زي كده. لا بالعكس، بكره يمكن تشوفهم مسمنين. يعني اتوقع حاجات زي كده من توتنهام، وتوقع انه توتنهام في يوم يحمل بطوله، واتلتيكو مدريد على المرتاح خالص ولا بده اي حاجه. يا عم اتلتيكو مدريد اكبر من البطولات، اكبر من البطولات. وريال مدريد عنده كبشة معطيات بتساعد اتلتيكو انه يفوز على ريال مدريد. يعني الريال وضعه في الدوري السنة زي الزفت، جاي من مباراة دوري ابطال، يعني هي مباراة وثائقية احنا كل موسم بنشوفها، بس اقل ما فيها انه تعبان في الطريق. عنده كبشة اصابات، عنده الابا، تشاوميني متجهز، رودريجو 10 ايام والله اعلم قديش بعد ال 10 ايام كمان ياخذ له كمان اكم من 10 ايام. عنده كورتوا وضعه بطمنش كتير هذا الموسم. حيبدا المباراة طبعا بناتشو او فاسكيز. يا حبيبي لو بدا بناتشو او فاسكيز، يا حبيبي. بس مع ذلك برضه اتلتيكو مش حيخيب ظن الجماهير والمشاهدين واي حاجه ويفوز على ريال مدريد لا سمح الله. لا 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 لا، اتلتيكو لن يفعلها. انه هذا الفيديو كمان عدى على خير وسلامه، خلينا نتوقع ونخربها. نخربها يعني. انا بعد كل اللي حكيته على اتلتيكو جاي بدي اقول لك بدي اتوقع على طبعا مفهومه، يعني 3-1 وينها بدي كلكم. هي يا رجل لمسنا شو بتعمل؟ ايش تعمل هان؟ اسعاف. يا بتلحقوا يا ما بتلحقوا بالهدوء.